إذا تكلمنا عن النجم الأول للمنتخب السعودي، هنا سنذكر اللاعب المميز سالم الدوسري، اللاعب الموهوب الذي صنع أمجاد المنتخب السعودي. وهنا مرحبا بك يا عزيزي المشاهد لنتعرف على بعض الحقائق والمعلومات عن سالم الدوسري. ولد سالم الدوسري في 19 أغسطس عام 1991 بمنطقة الأفلاج التي تبعد نحو 300 كيلومتر عن العاصمة الرياض، في أسرة من الطبقة المتوسطة لوالده الذي كان يعمل مدرسا وضمن 8 إخوة له. ومثل الكثير من أقرانه التحق للدراسة بمدرسة التغر الابتدائية في مدينة جدة، وبعدها انتقل مع عائلته إلى الرياض وهو في الصف السادس الابتدائي، وذلك بسبب انتقال عمل والده هناك. لكن مستواه في الدراسة لم يكن جيدا إلى ذلك الحد، وكان عشقه لكرة القدم ملازما له منذ صغره، فالتحق بفريق الفئات السنية بنادي الشباب، ولكنه لم يلفت النظر وقتها، كما أنه لم يجد من يهتم به ويبرز مهاراته داخل النادي، ولتتوقف هذه التجربة سريعا. لكنه لم ييأس أو يستسلم، وانضم إلى أكاديمية برشلونة في الرياض، وانخرط في تدريباتها من أجل أن يصقل مهاراته وقدراته. ولكن الأمر لم يستمر طويلا في ظل افتقاد الغاية والهدف، السبب الذي جعله يغادر الأكاديمية سريعا. وواصل اللاعب محاولاته للانضمام إلى أحد الأندية، فخاض التدريبات في نادي الفيصلي لمدة أسبوع، ثم ذهب مع صديق له وتدرب لمدة يوم واحد في نادي النصر، وبعدها اصطحبه صديق آخر لنادي الهلال تحت قيادة الألماني رينهارد ستامب، والذي وضع فيها الخطوة الأولى في مسيرة نجوميته. آمن ستامب بموهبة الدوسري وأسهم في تطوير قدراته على الصعيدين الذهني والبدني للفريق الأولمبي للهلال، ليبرز بعدها ويستعين به الألماني الآخر مدرب الفريق الأول للهلال توماس دول في موسم 2011-2012، وذلك بعد إدخاله بديلا في مباراة الغريم التقليدي النصر، حيث شارك في آخر 18 دقيقة وسجل هدفا كتب به بداية مسيرته الكروية وخطف به قلوب الهلاليين. منح المدرب الألماني توماس دول الفرصة للاعب سالم الدوسري يعبر عن نفسه ويطلق قدميه للشهرة، وذلك بفضل قدراته الهائلة على المراوغة بالإضافة إلى تحكمه الجيد بالكرة، وليقدم مستويات رائعة مع الفريق الأول للهلال ويقوده لتحقيق كأس ولي العهد سنة 2012 للمرة الخامسة على التوالي، ليبرز الدوسري في صفوف الهلال وبات أحد العناصر الأساسية في تشكيلته، وحقق مع الفريق العديد من الألقاب المحلية، الشيء الذي جعله ينضم للمرة الأولى لصفوف المنتخب السعودي الأول، وذلك تحت قيادة المدرب الهولندي فرانك ريكارد في تصفيات كأس العالم لسنة 2014، وليسجل هدفا في أولى مبارياته الدولية أمام أستراليا في ذلك الوقت. وفي أواخر عام 2017 كان اللاعب ضمن 9 لاعبين اختارتهم هيئة الرياضة السعودية للانضمام لأندية مختلفة في الدوري الإسباني ودوري الدرجة الثانية الإسباني، وذلك من أجل إعدادهم لكأس العالم سنة 2018 في روسيا. انضم سالم الدوسري إلى نادي فيا ريال في 21 من يناير عام 2018 على سبيل الإعارة من نادي الهلال السعودي، وذلك لمدة 6 أشهر، ودخل قائمة الفريق المشارك في الدوري الأوروبي، ولكنه لم يشارك إلا في مباراة واحدة، في حين كانت مشاركته المستمرة في الفريق الثاني، ليعود بعد فترة الإعارة إلى الهلال من جديد ويقوده للفوز بلقب دوري أبطال آسيا سنة 2021 ويحصد لقب أفضل لاعب في المسابقة. وتطور أداء الدوسري وأصبح من الأساسيين في تشكيلة الأخضر السعودي، حيث قاده إلى التأهل لمونديال روسيا سنة 2018 مسجلا هدفا في النهائيات، وكان ضمن تشكيلة المنتخب في بطولة الأمم الآسيوية 2019 بالإمارات، وسجل هدفا في مرمى كوريا الشمالية ليصبح خامس لاعب سعودي يسجل في نهائيات كأس العالم وبطولة الأمم الآسيوية. بعد تألقه اختير الدوسري ضمن تشكيلة السعودية في نهائيات كأس العالم قطر 2022، وتمكن من إحراز هدفه المونديالي الثاني والأجمل بالنسبة له ولبقية الجماهير السعودية أيضا، والذي كان هدف الفوز التاريخي في مرمى منتخب الأرجنتين، والذي لن ينساه سالم الدوسري ولا الجمهور السعودي أبدا.
لا تنسى الاشتراك في القناة وضغط زر الإعجاب إذا أعجبك الفيديو. نلتقي في الفيديو القادم إن شاء الله. كان معكم هاكيتو، سلام.